بسم الله الرحمن الرحيم. سيداتي سادتي، أهلا وسهلا بكم وطابت أوقاتكم أينما كنتم. ويتجدد اللقاء. في هذا الأسبوع سنتحدث عن ماذا يجري في شمال شرق سوريا وتصريحات الرئيس الأمريكي دونالد ترامب الأخيرة والصادمة التي أدلى بها في المؤتمر الصحفي مع الرئيس الفرنسي ماكرون. ما لفت نظري في هذه التصريحات الخطيرة جدا هو تهديد لدول الخليج. هذا الرجل مسكون بشيء اسمه دول الخليج. هذا الرجل يريد أن يبتز هذه الدول حتى آخر دولار. يعني واضح جدا، يعني عندما يقول إنه والله السعودية دولة بدخلها أو بدخل خزينتها كل يوم مليار دولار من عوائد النفط، وإحنا بدنا نصيبنا. بدك نصيبك ليش؟ يعني أنت إيش دخلك؟ أنت بدخلها مليار في اليوم ولا 10 دولارات في اليوم؟ يعني وإيش المطلوب من هذه الدول حتى أنك تكف شرك عنهم؟ يعني كمان الشيء الآخر اللي حكى في هذا المؤتمر الصحفي إنه هناك بعض الدول في الشرق الأوسط لا يمكن أن تصمد أسبوعا بدون الحماية الأمريكية. طب مين هي الدول اللي بيحكي عنها ترامب؟ بيحكي عن مصر مثلا؟ مصر تصمدش أسبوع مثلا بدون الحماية الأمريكية؟ الجزائر تصمدش أسبوع إلا بدون الحماية الأمريكية؟ طيب سوريا صامدة 7 سنين و8 سنين و10 سنين. هي العراق أيضا صامد. يعني كل الدول العربية صامدة. هو يقصد الدول اللي فيها قواعد أمريكية، الدول التي تعتمد على الحماية الأمريكية، الدول التي ترتبط ارتباطا عضويا بالسياسات الخارجية الأمريكية في منطقة الشرق الأوسط. مين هذه الدول؟ هي دول مجلس التعاون الخليجي مع استثناءات مثلا. يعني بمعنى وخاصة يعني قطر والإمارات والمملكة العربية السعودية. حتى الكويت نأت بنفسها عن هذه السياسات الأمريكية، رغم أنه أمريكا فعلا هي التي أجبرت القوات العراقية على الخروج من الكويت. كل الحديث الآن منصب على 3 دول: المملكة العربية السعودية والإمارات ودولة قطر. طيب هذا ابتزاز، وابتزاز يعني في أوقح صوره. طيب يا أخي، طيب حماية، طيب الحماية إيش واجبات هذه الحماية؟ إيش متطلبات هذه الحماية؟ إيش شروط هذه الحماية؟ أن تكون هذه الدول تابعة بالكامل للإملاءات الأمريكية، أن تخصص نسبة كبيرة وربما كل دخلها وعوائدها النفطية أن تذهب للخزينة الأمريكية مقابل الحماية الأمريكية. إيش هالحماية هذه؟ وقديش حتكلف هذه الحماية؟ يعني حتكلف من كرامة شعوب هذه الدول، من أموالها، من مكانتها الدولية. يعني شيء واضح جدا أن الزمن الذي كانت تحارب فيه دول الخليج بسلاح المليارات أو تدخل حروب بالإنابة، أن تطلب من معارضة سورية أو معارضة عراقية القتال باسمها، هذا الزمن انتهى. الآن أصبح المطلوب من دول الخليج حسب الدستور الترامبي هو أن تقدم الأموال بدون أي نقاش، وأن ترسل القوات حيثما تريد الولايات المتحدة الأمريكية. ترامب قال صراحة على هذه الدول الخليجية أن ترسل قواتا إلى شمال شرق سوريا وشرق نهر الفرات من أجل أن تقاتل إلى جانب القوات الأمريكية. يعني هو بده يسحب بعض قواته وليس كل قواته، وبده دول الخليج تكون معه. لا، والأكثر من ذلك، مش بس كمان تبعت قوات، وأنه تغطي نفقات الوجود الأمريكي في شرق الفرات وشمال شرق سوريا، وأن تعمل هذه الدول، هذه القوات الخليجية مع قوات سوريا الديمقراطية اللي غالبيتها من الأكراد، وأن تشرعن قيام كيان كردي في شمال شرق سوريا، وربما كيان سني عربي يمتد من جنوب الحسكة حتى شرق دير الزور. ربما يريد ترامب إقامة إمارة
عربية سنية من قبائل شمر على وجه التحديد في شرق دير الزور وحتى الحسكة. وهذه الإمارة تكون إمارة نفطية لأنها ستكون يعني مثبتة على آبار واحتياطات النفط والغاز في شرق دير الزور وفي شرق الفرات. يعني ربما دولة سنية عربية تنضم لمجلس التعاون الخليجي في المستقبل، تصبح دولة خليجية، إمارة خليجية، لا نعرف. يعني بيكون إنه هي دولة سنية والغاز والنفط عندها، فيعني اكتملت شروط العضوية. على أي حال، يعني لماذا تشارك دول خليجية في تقسيم سوريا؟ لماذا تشارك يعني قوات قطرية وإماراتية وسعودية في تقسيم سوريا؟ يعني بأي حق تقوم بهذا الدور وخدمة لأمريكا ومخططاتها؟ يعني أمريكا تعهدت الأكراد بدولة فتعملها هي لهم، لكن ليش نجيب دول عربية، قوات عربية تشارك في هذه المؤامرة؟ يعني طيب، يعني فهمنا انه انتم قلتوا بتدعموا الحريات وبتدعموا الديمقراطية وهذا كلام غير صحيح على الإطلاق. طب لكن الآن كمان تدعموا التقسيم ولمصلحة مين؟ ايش عملت فيكم سوريا؟ ما هو الذنب الذي ارتكبته سوريا حتى تفتت بهذه الطريقة وبأيدي خليجية وبأيدي عربية؟ طب يعني مش ظلم هاي؟ مش لازم الواحد يراجع ضميره؟ طيب سوريا يا سيدي، خلينا نحكي عن الكويت. طب مين اللي أرسل قوات للمشاركة مع أمريكا لتحرير الكويت وإخراج قوات العراقية من الكويت؟ مش كانت سوريا؟ وحافظ الأسد، الرئيس حافظ الأسد قال أمام وفد كويتي زاروا إنه لولانا إحنا لما تحررت الكويت، لولا موقفنا لما تحررت الكويت. طب أنتوا كخليجيين الآن بدكم تروحوا وتقسموا سوريا هاي اللي وقفت معاكم، وسوريا دولة عربية، وسوريا اللي هي يعني 8000 سنة حضارة، وسوريا اللي خاضت كل حروب العرب. والله أمر غريب جدا. طيب يعني إحنا يعني وين وصل؟ يعني هذا الرجل يعني لا يجد من يقول له لا، من يقول له كفى. يعني يلعن ابوها هيك حمايه اللي بدها تخلي الواحد يدفع ماله ويدفع دماء ابنائه. طيب كمان نقطه اخرى لوجستيه. طيب يعني بكره بدها تكون قوات قطريه جنب الاماراتيه وجنب السعوديه، طب كيف بدها تركب هاي؟ طب هم اعداء وبيهددوا بعض بالغزو، طب لو اشتبكت ولعت بينهم وصارت مشاجره ولا صار وبدت طخ هناك، ايش نساوي قدام العالم؟ وهذا ممكن، يعني هذا وارد. يعني غلطوا على بعض، احنا بنعرف العرب اعصابنا ما شاء الله فالته، ويعني وعندنا حده في الراي، اشتبكوا مع بعض، مين بده يفصل بينهم؟ يعني كمان هذه مشكله ثانيه. نقطه اخرى، طب قوات عربيه والله حتكون هديه للقوات والميليشيات الايرانيه والشيعيه والسوريه والقوات السوريه والقوات العراقيه والقوات الروسيه، والله هديه حيكونوا. طب ما هي بهددوا من الآن، في تهديدات، حزب الله في العراق وحزب الله في لبنان والنجباء والزينبيون وكل الكتائب أو ميليشيا الفقار، يعني ذو الفقار، يعني حقيقة يعني بيستنوكم، والله بيستنوكم. طب ليش توديوهم؟ ليش تقدموا أبنائكم وجنودكم لقمة سائغة؟ هاي القصة. طب وسوريا حتقبل؟ يا سيدي سوريا حررت الغوطة الشرقية، استعادت الغوطة الشرقية كلها، واستعادت حلب، واستعادت حمص، واستعادت دير الزور، واستعادت كل تقريبا 80% من الأراضي السورية. طيب بكرة لو هجمت على شمال شرق سوريا وبدأت وركزت على الرقة ولاستعادة الرقة، طيب تقاتل هذه القوات الخليجية، تقاتل سوريا وتتصدى للجيش السوري، ليش؟ ولمصلحة مين؟ يعني ولا أي هدف؟ وين صرنا؟ وين أصبحنا؟ يعني شيء والله مأساة بكل معنى الكلمة. لا يعني نائب رئيس الدوما يوري شيفنكين قال بالحرف الواحد أنه هذه القوات ستكون قوات معادية لأنها دخلت أراضي سوريا بدون موافقة الحكومة المركزية، ستكون هدفا للسوريين، ستكون هدفا للروس، وستكون هدفا أيضا للأتراك. طيب تركيا حليفها قطر، وقطر يعني عندها قوات تركية في أكثر من 30,000 جندي. طب كيف بكرة بدها تقاتل مع قوات سوريا الديمقراطية العدو الأول لتركيا؟ كيف بده يصير هالتحالف هاي؟ فهمونا كيف.
بدها تقاتل اللي هو أعداء تركيا في شمال سوريا، وفي نفس الوقت عندها قوات تركية لتحميها من السعودية ومن الإمارات ومن البحرين وما شابه ذلك. طب كده تركب هالمعادلة هاي. طيب ليش نعادي احنا؟ ليش نعادي تركيا ونعادي ايران ونعادي سوريا ونعادي العراق؟ يعني شيء غريب جدا. طيب امريكا بتقول بدها تحارب النفوذ الايراني، بدهاش النفوذ الايراني يمتد من ايران من طهران حتى البحر المتوسط، ونهر الفرات حيكون هو الحد الفاصل. طيب ليش احنا ننفذ استراتيجية امريكا فيه؟ وايش مصلحتنا احنا كعرب؟ ايش مصلحة قطر مثلا؟ ما هي حليفتها ايران ايضا. يعني والله ما انا عارف، يعني زي ما بقولوا اخواننا المصريين، سمك لبن تمر هندي، يعني خلطه غريبه جدا. ليش توصل دول الخليج لهذه الخطوره، لهذا التهديد الحقيقي؟ يعني انا والله ما انا عارف. يعني هذه خطوه سيئه وخطيره جدا 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 تزج فيها دول الخليج من قبل امريكا، وانه بعد نهب ثرواتها، بعد ان نهبت امريكا ثرواتها ورصدتها، الان تريد سفك دماء جيوشها وابنائها، واللي مش حيقبل حيكسروا راسه. هذا هو امريكا. لما قال ترامب انه مش تصمدوا اسبوع، بيسحب القواعد وبعدين بيطلق عليهم قواته او غيرها، ما بنعرف. يعني امر خطير جدا. يعني اشعر بالمراره والالم، واستودعكم الله والى اللقاء في الاسبوع القادم.